السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم المهندس مصطفى بكر من مشيئة الحياة. احنا النهارده في مدينة الشيخ زايد بنزرع نخيل البرحي بالبقورة عمر الأربع سنين. طبعا عمر الأربع سنين ده بيبقى مكون في متوسط 25 سم خشب علاوة على الجنين بتاعه، وكذلك بيبقى مكون من جدر قوي في قلب القصير ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. برضك بنزرع نخيل مقبول عمر 5 سنين، برضك مكون خشب كويس. حجم المجموع الجدري بتاعه قوي، المجموع الخضري بتاعه كويس. هوريكم برضك المجموع الجدري بتاعه ده. برضك احنا بنأكد ان احنا بنزرع الكوره بتاعتنا في اي وقت في السنه، واحنا دلوقتي يعتبر في عز الشتاء، درجه الحراره دلوقتي 20 درجه تقريبا. ده تأكيد ان احنا بنزرع في وقت السنه. دلوقتي بوريكم ازاي بنجهز الكوره للزراعه. زي ما حضراتكم شايفين احنا دلوقتي بنجهز جوره لزراعه النخله، بتبقى عمق 70 في عرض 70 في ارتفاع 70. بنعمل تحتها خلطه من الكبريت الزراعي والرمل طبعا، عشان زي ما احنا عارفين وقلنا قبل كده بتقول كده ان الكبريت الزراعي ده بيبقى مبيد فطري طبيعي عشان لو الارض فيها حاجه. وبعد كده بنحط النخله ونردم عليها. انا دلوقتي هتنقل واوريكم حجم المجموع الجدر بتاع النخيل بتاعتنا بيبقى شكله عامل ازاي، وطريقه زراعتها بتبقى ازاي. زي ما واضح قدام حضراتكم ده حجم المجموع الجدري بتاعنا، بسم الله ما شاء الله، مكونه مجموع جدري قوي جدا ومليف في قلب القصريه. حجم المجموع الخشبي بتاعها بتبقى مكونه من خشب في متوسط 25 سم خشب. المجموع الخضري بتاعها كويس بالنسبه لعمرها اللي هو الاربع سنين. طبعا الكرة بتاعتنا دي بتزرع في اي وقت في السنه زي ما قلنا، عشان زي ما حضراتكم شايفين هو واضح في الفيديو ان هي مكونه مجموع جدر قوي. وتاكيدا ان احنا دلوقتي خلاص فصل الشتاء يعتبر، درجه الحراره في المكان اللي احنا فيه تعتبر 20 فيما تحت. فدي برضك تاكيدا ان احنا بنزرع في اي وقت في السنه. زي ما حضراتكم شايفين ده النخل بعد ما تمت الزراعة، بسم الله ما شاء الله، حاجة رسمة عرضها حاجة كويسة جدا. طبعا دي كانت البنتجورة عمر الأربع سنين، وكذلك المجدول. لو عايزين تعرفوا أسعار الشتلات بتاعتنا والنخيل اللي عندنا، يا ريت تكلمونا على الأرقام الموضحة على الشاشة. كان معكم المهندس مصطفى بكر من مشيئة الحياة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.